السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم النهاردة بوصفة هتعجبكم، بس نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبتدي معانا الوصفة. هاتي كده قلم وكراسة واكتبي معايا، عشان خاطر لازم تجربيها وتقوليلي ايه رأيك فيها. دي شكلها بعد ما خلصناها، هتعجبك قوي. حاجة جميلة وكوباية شاي بقى كده وتاخديها معاها تفطري. شاي بلبن بتاعك، القهوة بتاعتك تحفة. يلا بقى نبتدي مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب طبق فاضي، جيب معاك كيس خميرة واربع معالق سكر، ننزل بكيس الخميرة مع السكر. مقاديرك سهلة وموجودة في البيت ومش مكلفة خالص. هي الوصفة دي بتبقى حلوة بالزبدة، بس احنا هنركن الزبدة على جنب، مش هنعمل بزبدة الوصفة دي عشان الناس اللي مفيش امكانية انها تعمل زبدة. نحط كوباية لبن على الخميرة وعلى السكر. اللبن بتاعي يبقى دافي مش سخن عشان الخميرة تتفاعل. هندوب الخميرة وهنركنه شوية. لو انت لسه ما صليتيش على سيدنا محمد، يا ريت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان نبتدي مع بعضنا الوصفة، وانا متأكدة انك هتقومي تعمليها من كتر حلاوتها وشكلها، ما هي جميلة. بعد ما سيبنا الخميرة بتاعتنا تتفاعل شوية، هننزل عليها بالبيض. 3 بيضات. انا حبيت بس ازود يعني القيمة الغذائية للوصفة، لان انا هعملها من غير زبدة. هحط لها زيت، بس هحط لها نص الكوباية بتاعت اللبن زيت. طبعا حبيب البيض الفانيليا، مادام بنعمل حلويات لازم فانيليا، ما ينفعش ان احنا نتغاضى عن الموضوع ده. 2 فانيليا، وكوباية زبادي، ممكن بلدي عادي مفيش مشكلة، او لو عندك رايب حطي شوية، يعني حطي ربع كوباية مفيش مشكلة. كوباية الزبادي تمام برضو. بس يا حبيبتي، ضربنا البيض مع بعضينا اهو. خلاص الخليط بتاعي اتجانس مع بعضيه. بجيب الدقيق، كيلو دقيق عاملاه بالمنخل، وبنزل بالحاجات اللي انا عملتها مع بعضيها دي، واعجنهم مع بعض عجن عادي جدا. لو احتجتي بتحطي شويه ميه صغيرين عليهم، بتضيفي شويه ميه. ما احتجتيش خلاص. بس هي يعني بالظبط كده مش هتاخد معاكي ربع كوبايه ميه. يعني الدقيقه يحتاج معاكي ربع كوبايه ميه عشان بس تلمي. طبعا احنا بنلم خلاص العجينه بتاعتنا اهي. بصي العجينه طريه ازاي وجميله ازاي، عامله زي الملبن في ايدك. انا بوريكي بس العجينه كويسه حلوه، مفيهاش اي حاجه. بصي العجينه زي الفل. غطينا العجينه بكيس وركناها، وده بعد ما ركناها اختمرت وارتاحت. نجيب بقى طبق قطعنا فيه العجين بتاعنا، ونبتدي نشتغل. الرخامه طبعا مسحينها كويس. دهنا الصينيه، فتحنا الفرن على درجه حراره 180 يسخن، عقبال ما نلف العجين بتاعنا ده نظبطه ونجهزه عشان ندخله الفرن. هنلف نصها، وبعد كده النص التاني هنجيبه ونلفه عليها كده بالطريقه دي. والحرف هنحطه من تحت كده علشان خاطر ما تفلتش معاكي وهي بتستوي. يا ريت بقى يا بنات نشار الفيديو ونسمعه لحد الاخر ونشوف كل التفاصيل،
وان وصلتي لحد هنا لازم طبعا تشير الفيديو، مش هينفع، وتعليق حلو منك واعجاب منك حلو، عشان خاطر هو مش هيخسرك كتير بس هو هيفيدني يعني، ان انا اشوفك واعرف ان انت مهتميه وان الفيديو عجبك والفيديو كويس بالنسبه لك. وان شاء الله تجربي الوصفه وتكتبي لي في التعليق ان الوصفه ظبطت معاكي وبسم الله ما شاء الله هتبقى زي الفل باذن الله. وشكرا جدا ليكم لكل اخواتي وحبايبي اللي متابعيني، وبجد بجد انا ما اتحرمش منكم ابدا، ومش عارفه اقول لكم ايه على متابعتكم دي وعلى كلامكم الحلو في التعليقات. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا. طبعا انا جايبه معاكي كل التفاصيل، مش لاغيه اي حاجه، واحده واحده مع بعضينا. وهو تقريبا انت مش هتاخدي اي حاجه من اول ما هتعجني لحد ما هتسيبيه يرتاح، وبعدين تشتغلي فيه تاني، وبعد ما هتحطيه في الصينيه هتسيبيه ربع ساعه يرتاح. لازم بص تلاقيه اختمر وفاش معاكي كده. بس والله انا كنت مستعجله، انا فعلا ما سبتوش يرتاح يعني. انا خلصت وكنت مشغله الفرن، سويته على طول، يمكن قعد 5 دقايق بس، انت سيبيه ربع ساعه هيبقى روعه الروعه. اسفه طبعا كنت بطول عليكم ان انا بجيب لك كذا واحده وانا بعملها، عشان بس والله تشوفي الطريقه وتعرفي ان هي سهله جدا وتعمليها وتجربيها وان شاء الله تعجبكم. ويا رب يكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. دهناه بالفرشه كده لبن، وحطينا عليه سكر من على الوش ودخلناه الفرن، وده بعد ما طلع من الفرن. احنا خلاص خلصنا اهو. هو الكيلو قطع معايا الصينيتين دول. ممكن حد يكون شايف ان هم قليلين او حاجه، بس لا، لان هي بتبقى كبيره يعني، عامله زي الكحكايه كده اللي بنعمله البلدي، بس ده حاجه تانية طبعا. بس بصراحه ربنا حاجه كده وهم انت هتشوفيها وهتعمليها وهتجربيها، وانا متاكده هترجعي تاني للفيديو وهتشكريني عليها. وبألف هنا وشفا يا حبايبي. وشكرا جدا على متابعتكم معايا، واسفه لو كنت طولت عليكم. مع السلامه.